خلاص يا جماعة، نهال ولدت. كل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها بينزلوها تجهيزات، ترتيبات، تنقلات، كل ده فيديوهات قديمة. وخلاص الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ألف 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 مليون مبروك. وفرحة حسن بجد يعني باليوم ده فرحة بجد ما تتوصفش، بجد والله العظيم ما تتوصف. ربنا يا رب يجعلها ذرية صالحة. فرحة محمد اخوه طبعا، عشان خاطر الناس اللي كانت بتقول طول الوقت ان محمد وحسن حوارات طول الوقت في مشاكل، ومحمد يعني في نفسنا ما بينهم وما بين بعض. لا، اول واحد استقبل المولود الجديد طبعا محمد موجود، ومحمود وسحر وكلهم موجودين معاهم في المستشفى. مفيش اي خلافات، مفيش اي مشاكل. ممكن تكون هم بس ما بتصوروش مع بعض كتير، لان كل واحد كان في مكان. محمد شفناه الفترة الاخيرة كان موجود في القاهرة، ودلوقتي طبعا العيلة كلها شفنا في حركة تنقلات من طبعا اسكندرية. هل هيستقروا في اسكندرية ولا الواجهة المقبلة هيكونوا فين؟ ده اللي احنا هنشوفه في الفيديوهات اللي جاية. ولكن الفيديو بتاعنا النهاردة هو فيديو الفرحة، الفيديو اللي بيعبر عن مشاعر ناس كتير كانت منتظرة اللحظة ديت والوقت ده، اللي كان يعني كل الناس المحترمة تترقب اليوم ده. فربنا يا رب يبارك، وربنا يا رب يعطي كل مشتاق. ورحمة الله عليك يا حاج جابر، بجد الحاج جابر كان بيتمنى ان هو يشوف ويعيش اللحظة ديت. ولكن اكيد يعني الحاج جابر ربنا يرحمه، ربنا يتوفاه، ولكن روحه موجودة ولسه الناس والله العظيم. يعني انا عايز اعرف اللي بيسمع الفيديو اللي عند الدقيقة ديت، انا عايز كم واحد لسه ما نسيش الحاج جابر وروحه في الفيديوهات، وازاي كان مسيطر على العيلة بقدر الامكان. شفنا بعد وفاة الحاج جابر الامور تغيرت يعني جذريا. ما كناش متوقعين اللي يحصل، او الاحداث اللي حصلت بعد وفاة الحاج جابر او العيلة الامور هتتغير معاهم بالشكل ده. ولكن فرحة حسن وفرحة محمد وفرحة العيلة ككل بالمولودة الجديدة، اللي بقى ايه الاسم بقى ده اللي هيكون يعني في مفاجأة جامدة جدا جدا جدا. تخيلوا وتوقعوا ممكن حسن يسمي البنوتة ايه؟ وهل نهال هتوافق على الاسم ده ولا لأ؟ يعني انا مش عايز احرق المفاجأة، ولكن يا ربنا لا بس يبارك فيها ويخليها له. ولكن هتكون مفاجأة قوية جدا 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 جدا. طبعا حبيت ان انا يعني انزل الفيديو ده. انا تعبان شوية بس فما عرفتش اصور واقعد قدام الكاميرا، فحبيت بس ان انا انزل الفيديو وبتكلم بصوتي. طبعا وانتوا شايفين المناظر الجميلة ديت، دي رحلة دهب لما كنا خارجين انا والاسرة، وانا طبعا ام وفاء ووفاء واسيل. كنا متجهين في جنوب سيناء في يعني في البقعة الطيبة في الأراضي المصرية، أرض سيناء العزيزة الحبيبة الغالية علينا. طبعا كنا رايحين مدينة دهب. وطبعا اللي كان متابعنا على المحتوى الخاص أو على قناة أحمد الكابيتانو عاش معانا الرحلة ديت، وعاش معانا الأجواء، وعاش معانا الحاجات الحلوة وكل التفاصيل دي. اللي حابب يعيشها يدخل على قناة أحمد الكابيتانو، وتقدر تشوف التفاصيل ديت بشكل كامل على القناة هناك. عشان خاطر في ناس طول الوقت تقول لك يا عم انت ما عندكش محتوى غير حسن ونهال وحوارات وحمد ووفاء والناس دول، انت ما عندكش يعني كلام عن الناس غيرهم؟ هو يعني ما فيش غيرهم في اليوتيوب ولا ايه؟ والله يا جماعة انا إن كان عليا، وانا كنت اخدت قرار قبل كده ان انا لا كنت عايز اتكلم عليهم ولا على غيرهم. ولكن هي الظروف بتسمح لي كده، لان في ناس محترمة حبايبنا غاليين علينا قبل كده بعدنا فترة ما نتكلمش عليهم، دخل ناس محترمة. طب ما تخلي يا عم احمد، انت عندك يعني كذا قناة، خلي قناة احمد الكابيتان وهي للمحتوى العائلي وتنزل لنا حاجات عائلية، او قناة تانية
اتكلم فيها على العيلة، بنحب نعرف تفاصيلهم، احنا بنحبهم ونحب اخبارهم. خلينا نسمع منك، وانت يعني كنت حد من زمان بتتكلم عليهم ومعاهم وعارف تفاصيلهم، ويعني دايما بناخد الكلام منك بشكل يعني فيه ثقة وكده. فقررت ان انا اعمل الكلام ده ونزلت طبعا الفيديوهات بتاعتهم على القنوات هنا، سواء عند ترند الكابيتانو او خفايا الكابيتانو ايا كان. ولكن والله لو في احداث طبعا بعيدة عن العيلة، او في احداث فيها يعني امور بنتكلم فيها، ما فيش عنده مشكلة خالص، بنقدر نغير الكلام والمحتوى. ولكن احنا دايما انا ماشي مع المشاهد المحترم، هو عايز ايه ونفسه في ايه ويسمع ايه والقصة دي. ولكن هي مفاجأة جميلة ولذيذة ومحترمة، وشيء يفرح، وربنا يا رب يبارك له فيها. العيلة دايما يا جماعة معودانا من زمان، عشان خاطر بس الناس الحديث المشاهدة. العيلة من زمان معودانا، ممكن يكون العيلة نهاية ربنا يا رب يقومها بالسلامة، ان هي خلاص الحمد لله. ولكن بيبدأ بقى ايه، الامور تبدأ تتغير، يعني بينزلوا فيديوهات بشكل يعني بأثر رجعي زي ما بقول. يعني ممكن ينزلوا فيديو خلاص تجهيزات البيبي وخلاص فاضل أيام قليلة على الولادة، فخلاص هو يعني هم مش هيصوروا في أيام قليلة وينزلوا فيديوهات وهم في حيرة من أمرهم بقى، تجهيزات والترتيبات كل ده متصورة بدري ونزلت لحضراتكم زي ما انتم شفتها في خلال الأيام اللي فاتت دي. ان شاء الله ربنا يا رب يكتب سلامتها وسلامة البيبي الصغير، وربنا يا رب يعطي كله مشتاق، وهم ما فيش مشكلة ما بينهم. لو في اي حاجة هم من الصلاة على النبي يعني بيطلعوا وبيعرضوا اي حوار ما بينهم قدام حضراتكم، وبيتكلموا في كل التفاصيل. ولكن بس يعني القنوات اللي دايما يعني واخداهم بقى ايه سلخ وجلد، نصيحة مني لا تأمنوا حوارات ممكن تسكت عليكم وتفضل سايباكوا براحتكم وتتكلموا وتغلطوا وتهينوا وتسيئوا ليهم، وفجأة هتندموا هتزعلوا بجد، يعني بجد هتزعلوا وهتقولوا يا ريت اللي جرى مكان. فسيبوا الناس في حالها. عندهم اخطاء، انتوا بتطلعوا تنتقدوا اخطائهم، واحنا كمان لو بنطلع ننتقدهم، ولكن عمرنا ما اسأنا لحد ولا غلطنا في حد ولا عمرنا جرحنا في حد، لان احنا كلنا زينا زي بعضين. يعني هم ناس زينا زيهم، بتغلط وبتصيب وحياتهم يعني قبل كده كانت تحت العادية، وربنا سبحانه وتعالى اراد ان هم الامور تتغير معاهم، وربنا قادر على كل شيء. فبلاش ان احنا يعني نتزايد او نزيد على الناس دي او نحسدهم او نستكتر عليهم. كل ده ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لكل واحد. فاحنا هنا خلاص دخلنا كده ايه مدينة دهب الجميلة، خلاص يعني دي كانت الدخلة بتاعتها. وفي الوقت ده كنا في قمة السعادة وقمة البهجة وفرحانين لأول مرة بنزور البلد ديت، وكنا مبسوطين برغم عناء السفر وطول المشوار. ولكن الأمور كانت بالنسبة لنا ده كل ده يعني هان بمجرد لما دخلنا البلد واستمتعنا، وكانت رحلة من أجمل الرحلات اللي عشناها والله. فربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم يا رب، أحبكم في الله. ودايما أنا بشكر الناس المحترمة اللي بتشكرنا وبتدعي لنا دعوة حلوة، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. وانتظرونا بقى في الفيديوهات اللي جايه والمفاجآت اللي جايه ان شاء الله، هتعجب حضراتكم جدا جدا جدا. وفي نهايه الفيديو بحبكم في الله، واشوفكم على خير، مع الف الف مليون سلام. السلام عليكم.